ايه رأيكم في مبلغ 900 مليون دولار؟ مبلغ كبير جدا، صح؟ دي الثروة اللي يتم تقديرها دلوقتي لعثمان بن عفان. تخيل حد من 1400 سنة وأكتر تقدر ثروته ب 900 مليون دولار. كل ده عشان خاطر عثمان بن عفان كان شخص شاطر جدا فيما يخص الاقتصاد. وده اللي هيخلينا النهاردة نتكلم في حلقة مخصوص عن عبقرية عثمان بن عفان في إدارة موارد الدولة. العبقرية الاقتصادية لعثمان بن عفان رضي الله عنه خلت الناس في العصر الحديث تعمل نظريات وتقول إن هي باسمها. أول نظرية هي Public Goods Theory أو نظرية الموارد العامة، ودي طورها عالم اسمه بول سامويلسون سنة 1954. في النظرية دي بيقول إن الاحتياجات الأساسية للإنسان زي المية والأكل والهواء لازم تكون حق متاح للجميع بدون أي احتكار أو بيع أو شراء. لما جه عثمان بن عفان يشتغل بالنظرية دي قبل ما تطلع بمئات السنين، اشترى بئر روما اللي كان ساعتها مملوك ليهودي موجود في المدينة. هو اشتراه علشان خاطر يتيحه بصورة مجانية للجميع، إيمانا منه إن ده حق أساسي للمجتمع وللمسلمين، ما ينفعش إن هو يبقى وقف على حد. تاني نظرية بتوضح عبقرية عثمان بن عفان الاقتصادية هي نظرية الاستثمار الجماعي أو Social Investment Theory. النظرية دي بتقول إن أي استثمار بيخلي فيه فايدة جماعية على المستوى الطويل أو المستوى البعيد فهو استثمار مفيد ومطلوب. النظرية دي تم تطويرها واشتغلت بيها مؤسسة روكفيلر من بدايات القرن العشرين. تطبيق النظرية دي على حياة عثمان بن عفان كان في غزوة تبوك. أطلق على الجيش الإسلامي وقتها بجيش العسرة. ليه؟ علشان ما كانش فيه أي موارد، زائد المسافة اللي كانت هتمشيها الجيوش الإسلامية لحد ما توصل لمدينة تبوك كانت مسافة كبيرة جدا لا يحتملها جيش في وقتها هذا. لكن عثمان بن عفان اختار إن هو يستثمر كل ماله علشان خاطر يجهز جيش العسرة لوحده. واللي حصل ساعتها كان إيمان من عثمان بن عفان بالاستقرار طويل المدى بعد انتصار المسلمين في غزوة تبوك. ثالث نظرية هنتكلم عليها هي نظرية الاستدامة أو Sustainability Theory، ودي نظرية تم تطويرها عام 1987 في تقرير برونتلاند. النظرية دي بتقول إن الاستثمار في أصول طويلة الأجل بتعم بالفائدة على المجتمع بصفة مستمرة. بالنسبة لعثمان بن عفان لما اشترى بئر روما، لغاية دلوقتي بئر روما بيدر أرباح. الأرباح دي بيتم وضعها وأخذ الأرباح منها لتدعيم المؤسسات الخيرية، ولغاية دلوقتي لسه بنشوف خير جاي من عثمان بن عفان اللي توفى من أكتر من 1400 سنة. رابع نظرية هنتكلم عليها هي نظرية السوق الحر أو الفري ماركت ثيوري. النظرية دي تم شرحها في كتاب ثروة الأمم لآدم سميث عام 1776. بيقول فيها إن أهم حاجة بالنسبة للأمة إن هي تحكم السوق وما يبقاش فيه احتكار ولا خطورة على البيئة التنافسية اللي موجودة في السوق. وده اللي عمله عثمان بن عفان رضي الله عنه. هو مش بس خلق بيئة تنافسية ما بين التجار، هو ضمن لهم إن ما يبقاش فيه احتكار لمنتج من المنتجات، زائد إن هو أمن لهم طرق التجارة بحيث لو في بضايع داخله لهم أو بضايع خارجة هتتصدر بره هو أمن لهم الطريق. فبالتالي أصبح فيه سوق حرة عادلة ما بين التجار وبعضها، وده اللي أمن للأمة الإسلامية في وقتها اقتصاد مزدهر. أما عن آخر نظرية هنتكلم عنها في عبقرية عثمان بن عفان الاقتصادية هي نظرية الأمن الغذائي أو الفود سيكيورتي ثيوري. النظرية دي تم تطويرها والتمكين منها عن طريق الأمم المتحدة في القرن العشرين. هي بتقول إن ما ينفعش احتياجات الإنسان الأساسية من الغذاء بالذات في وقت الأزمات يتم منع الإنسان منها. وده اللي حصل مع عثمان بن عفان. في وقت المجاعة عثمان بن عفان كان بيشتري، ما كانش بيفرض سلطته، كان بيشتري من التجار الحبوب ويبيعها للناس بأجور رمزية أو بالمجان. الخطوة دي ضمنت حاجتين: أول حاجة حفظت السوق
من الانهيار. تاني حاجة، منعت الناس إن هي تحصل لها أزمة بسبب الغذاء، وبناء عليه عثمان بن عفان كان مثال حي لتطبيق الأمن الغذائي للحفاظ على المجتمع الإسلامي. العبقرية الاقتصادية لعثمان بن عفان ما كانتش بس في وقت ظهور الأزمات، لأ، لحد دلوقتي بنبني نظرياتنا الاقتصادية على أساس الفكر الاقتصادي اللي كان متبنيه عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. لو إحنا مكانه دلوقتي، إزاي هنقدر نستخدم الموارد المتاحة لينا عشان نقدر نخدم بيها المجتمع؟ شاركونا بتعليقاتكم.